ده شين ويلفريد كان عبد للشغل في اليابان الحديثة، حياته كلها كانت شغل وما عندوش أي حياة اجتماعية، حتى إنه كان بيقضي الوقت الإضافي بتاعه في الشغل بدل ما يخرج مع أصحابه. في يوم وهو راجع متأخر بعد شغل إضافي كالعادة، سرح وهو ماشي وفكر في نوع الحياة اللي عايشها، وما خدش باله من عربية نقل جاية عليه وهوب خبطته وانتهت حياته، لكنها نقلته لعالم تاني مليان سحر وغموض وأبطال وشياطين. أول ذكرى شين كان فاكرها فيه إنه الناجي الوحيد من هجوم شيطاني دمر المكان اللي كان فيه كله، وهناك بقى لا ساحر اسمه مارلين اتبناه وعاش معاه كحفيد ليه وتلميذ وحيد في بيت معزول في الغابة، وبفضل معرفته وطريقة تفكيره اللي جايبها من العالم الحديث بقى شاطر جدا في كل حاجة سواء في السحر أو استخدام السيوف. بيمر الوقت وبيكبر شين وبقى عنده 8 سنين، وقرر إنه يروح للغابة علشان يصطاد العشاء بتاعه. استخبى وسط الشجر وبفضل سحر الرياح قدر إنه يصطاد العشاء بتاعه فعلا، وكمان اصطاد خنزير بري. ولما رجع للبيت يوري مارلين اللي هو عمله، مارلين كان مبهور إن شين استخدم سحر الرياح علشان يقتل الخنزير، وقال له إن ده السحر الأمثل للصيد، وقرر إنه يختبر مهاراته في الساحر، فطلب منه إنه يولع شوية الحطب دول. شين عمل كده بكل سهولة لأنه استخدم خياله علشان يتصور عملية الاشتعال، وكان مبسوط إنه مش مضطر يقول تعاويذ سخيفة علشان يستخدم السحر ده، لأنه كان هيحس بالإحراج لو كان عمل كده وما اشتغلش. بعد شوية بتدخل عليهم ميتا معلمته في السحر ومايكل مدربه في المبارزة. ميتا اللي كانت شاطرة جدا زعقت له علشان اصطاد الخنزير، وقالت له إن ده خطر عليه لأنه لسه صغير، لكن هو طمنها وقال لها إن ده مش خطر عليه ولا حاجة لأنه كان لابس الدرع السحري اللي عملوه سوا، وكمان اتدرب كويس مع مايكل. بيعدي الوقت وبعد سنتين مارلين أخده يصطاد معاه شياطين، وقال له إنه لازم يواجه أعداء أقوياء من دلوقتي، وشرح له إن الشياطين بيتولدوا لما الحيوانات العادية ما تقدرش تسيطر على الطاقة السحرية اللي بتجري في جسمها، فبتتحول لشياطين عدوانية، وده ممكن يحصل للبشر هم كمان. بالرغم إنه نادر إلا إن زمان في بشر اتحولت لشياطين وكان هيضيع أمة كاملة، لكن مارلين هزمه وأخد لقب بطولة الأمة، وبدأ يعلمه تعويذة سحر البحث اللي بتخليه يقدر يحدد أماكن الكائنات السحرية عن بعد من خلال نشر الطاقة السحرية في طبقة رقيقة حواليه. مارلين قال له إن التعويذة دي محتاجة تدريب طويل جدا، لكن شين صدمه لما قرر إنه يعملها على طول، وباستخدام السحر ده قدر يراقب الكائنات من بعيد، وفجأة حس بطاقة مظلمة جاية من مكان معين. مارلين أكد إنها طاقة شيطان وجريوا من المكان بسرعة، وهناك بقى لقوا الشيطان بيشع بهالة مظلمة. شين بدون تردد سحب سيفه وهجم عليه بسرعة، استخدم سيف بيهتز بموجات فوق صوتية وجزمة نفاثة علشان يتحرك بمهارة، وفي ثانية إلا ثانية كان قتل الشيطان. مارلين ملحقش يحذره من الخطورة حتى، وكان واقف مذهول من اللي عمله. شين سأل إذا كان عمل شغل كويس أو لا، مارلين قال له إنه ممكن يكون كسر الرقم القياسي في أسرع صيد للشيطان. ولما سأله عن نوع السحر اللي سحر بيه السيف بتاعه، شين حاول يغير الموضوع لأنه مش عاوز يكشف إنه فاكر حياته السابقة، لكن اللي شين ما كانش يعرفه بقى إن مارلين والباقيين أصلا شاكين إنه جاي من عالم تاني. بيعدي اليوم والتاني يوم شين بدأ تدريب قاسي جدا مع مايكل، وبعدها مارلين خده للجبل عشان يعلمه حاجة جديدة. في يوم بقى مارلين قرر يكشف لشين إنه مش حفيده الحقيقي، وإنه لقى في حيطان هجوم شيطاني، فشين بدأ يسأله عن أهله الحقيقيين، لكن مارلين قال له إنهم متضررين جدا ومفيش طريقة للتعرف عليهم. شين كان عنده شوية ذكريات ضعيفة عن اليوم ده، لكنه تقبل الموضوع من زمان يعني، وقال لمارلين إن هو بيعتبره هو ومايكل وميلدا إنهم عيلته الحقيقية لأنهم هم اللي ربوه. الكلام ده بقى خلى مارلين يعيط زي العيال الصغيرة. وفي عيد ميلاده ال15 اتعمل حفلة كبيرة لشين بمناسبة دخول مرحلة الرجولة، كان فيها ضيوف مميزين جدا زي واحد كده بيقولوا له العم ديوم، وكان معاه 2 حراس كريستينا وفريد. وهم في الحفلة بقى سألوا شين عن خططه للمستقبل، قال لهم إنه عاوز يكتشف المدينة القريبة لأنه عمره ما خرج من الغابة وما عندوش هدف محدد غير كده. كريستينا اقترحت عليه ينضم لفرسان المملكة أو يبقى صياد شياطين. الكل بدأ يديله اقتراحات، وبعدها شين قال لهم إنه ما يعرفش إزاي يستخدم الفلوس، وده خلى الكل يتصدم، وطلع إن مارلين علمه إزاي يستخدم السحر بس وما علموش أي حاجة تانية. لكن مارلين بقى كان شايف إن الأمور هتتظبط بطريقة ما. بعد كده شين استخدم تعويذته المميزة أو اللي بيطلقوا عليها البوابة، اللي بتسمح له ينتقل لمكان تاني باستخدام مبادئ الثقوب الدودية، ونقل الكل للبرية علشان يعملوا اختبار سحري. مارلين حذرهم إن استخدام التعويذة دي في الغابة ممكن يكون خطر، وطلب منهم إنهم يستعدوا. هنا بقى شين بدأ يوري لهم مهاراته، وبدأ إنه يتخيل نار غاز قابل للاشتعال ويزود نسبة الأكسجين فيه، والنتيجة كانت شعلة زرقاء صدمت الكل. لكن دي كانت البداية مش أكتر. شين أضاف هيدروجين وضغط كرة النار الكبيرة لنقطة صغيرة، وبعدها أطلقها على تل قريب منهم. الانفجار اللي حصل كان زي قنبلة نووية حرفيا، وده كان كافي علشان يخوف الكل وخصوصا ميلدا. العرض ده بقى خلى المجموعة تستنتج إن وجود موهبة قوية زي شين حرة ممكن يكون خطر كبير عليهم، وأضاف ديوم كمان إنه ممكن يخل بتوازن الأمم، وده بقى هيخلي كل الملوك يحاولوا يتواصلوا معاه. واقترح إن شين يدخل أكاديمية السحر، لكن مارلين ما كانش عاجبه الفكرة لأنه لو دخل الأكاديمية هيبقى جزء من أصول الدولة. وطلع بقى صديقي إن ديوم هو ملك مملكة رايد، وشين هو الوحيد اللي ما كانش عارف ده. أما كريستينا بقى فطلعت حارسة ملكية، وفريد ساحر بيحرس الملك. حتى مايكل طلع كمان هو القائد المتقاعد لفرسان المملكة. شين اتصدم من الدائرة الاجتماعية اللي هو جزء منها،
منها. وديوم حكى له ازاي اتعرف على ميرلين وانه كان مجرد طالب وقت ما هجم شيطان بشري على الامه، ولما كان هيتم قتله ميرلين وميلدا ظهروا وباستخدام سحره ومهارات ميلدا في العتاد السحري قدروا انهم يهزموا الشيطان سوا. شين ما كانش مصدق انهم كانوا في نفس الفريق زمان وانهار لما عرف انهم كانوا متجوزين اصلا. ديوم بعد كده قال لشين انه لو انضم للاكاديميه هيقدر يتعلم اسرع وهيعرف الدنيا شغاله ازاي ويكونوا صحاب، واكد له ان الاكاديميه دي قائمه على الكفاءه وما فيهاش اي مجال للنفوذ او امتيازات النبلاء. ميرلين ادرك انه ما ينفعش يحبس شين معاه للابد ووافق فعلا انه ينضم لاكاديميه السحر. بعد كام يوم شين طلع مع مارلين وميلدا للعاصمه علشان امتحان القبول بتاع اكاديميه السحر، ولما وصلوا لنقطه التفتيش عند العاصمه الحارس اتوتر لما شاف بطاقات الهويه بتاع مارلين الحكيم وميلدا المعلمه، وخبر وصولهم انتشر في المدينه بسرعه جدا، فقرروا يروحوا على القصر بتاعهم على طول. وهناك بقى استقبلهم مجموعه كبيره من الخدم والخادمات، فشين قرر انه يخرج يتمشى في السوق ويتفرج على الحاجات. واثناء بقى ما كان بيتجول في المكان دخل في مكان ضيق كده وفجاه سمع صوت بنت بتصرخ وشاف 3 من المغامرين بيتحرشوا بيها. شين اتقرف من تصرفهم وقرر انه يتدخل، واحد منهم حاول يضربه لكن شين تفادى الضربه بكل سهوله وعلى طول رماه على الارض. اما التاني بقى فحاول انه يهجم عليه لكن شين بضربه سريعه منه قدر انه يرميه على الارض هو كمان. التالت بقى طلع خنجر وجرى ناحيته لكن شين مسك الخنجر بايده وضربه هو بالدماغ وخلاه يغمى عليه. فالبنت اطمنت عليه وسالته لو كان اتعور ولا حاجه لكنه قال لها انه كويس وزي الفل. صاحبتها جات لها على طول وشكرته، وهنا بقى شين وقع في حبها من اول نظره. وبعد كده قرروا يقعدوا في كافيه وهناك البنتين عرفوه على نفسهم. الاولى كان اسمها ماريا اما الثانيه كانت اسمها سيلين، وطلعوا هما الاثنين كمان داخلين امتحان القبول بتاع اكاديميه الساحر. فشين اتعرف عليهم وبقوا كلهم صحاب. ماريا بقى كانت معجبه كبيره للابطال وخصوصا ميلدا وبدات تتكلم عنهم وعن ابنهم اللي هيكون في الاكاديميه. شين حس بعدم راحه كده علشان ما كانش عايز يكشف هويته فقرر يدفع حسابهم ويمشي على طول. وفي يوم الامتحان بقى كان بيحاول يشوف مكانه على لوحه الاعلانات لكن كان في نبيل مغرور كده حاول يمسكه من كتفه. على طول شين دفع عن نفسه ولوى دراع النبيل ده او اللي اسمه كيرت، فكيرت بدا يهدده بمكانه عيلته. ولحسن الحظ بقى الامير غوست ظهر وذكره ان استخدام النفوذ كنبيل في المدرسه ممنوع وخلاه يروح لحاله. فكيرت انسحب على طول لانه ما كانش عايز يعمل مشاكل مع العيله المالكه. اما شين بقى اتصدم لما عرف ان غوست ابن الملك ديوم لانه كان بيعتبره زي عمه، فبقى يقول له يا قريبي. غوست بقى ضحك على طريقته العفويه في كلامه لكن ما كانش عنده مانع في كلمه قريب اللي بيقولها. دخلوا كلهم الامتحان النظري وبعده الامتحان العملي. في الامتحان العملي بقى شين كان متحمس يشوف الناس وهي بتستخدم السحر. اول واحد بدا يقول تعويذه طويله وطلع شعله صغيره جدا. كل اللي في المكان كانوا مبسوطين الا شين، هو الوحيد اللي كان مصدوم. نفس الاداء الضعيف استمر مع اللي بعده. شين كان محبط ولما جه دوره المدرب طلب منه انه يسيطر على قوته لانهم واخدين تحذير من الملك نفسه. شين قلل قوته للحد الادنى لكن مع ذلك دمر القاعه باستخدام السحر بتاعه. النتيجه طلعت وشين وغوست نجحوا وفعلا راحوا يستلموا الزي الرسمي بتاعهم. والمستقبله بقى قالت لهم انه مخصص بدروع سحريه ونبهتهم ما يحاولوش يضيفوا عليه السحر بنفسهم. شين طلب من ميلدا لو كانت ممكن تعمل ده مكانه فوافقت على طول، وبعدها قالت له انه طلع الاول على الامتحان وكان لازم يلقي خطاب في حفل الترحيب. شين على طول حاول يهرب من المهمه ويديها لغوست. المره دي بقى غوست لعبها صح وذكر شين بالقانون اللي بيمنع النبلاء من استخدام نفوذهم علشان يحصلوا على امتيازات. فبعد كده شين قرر انه يعدل التعويذات الموجوده على زي المدرسه باستخدام قلم خاص. هو بقى اخترع تعويذه جديده مش بس بتوفر الحمايه لا ده كمان بتتيح الشفاء التلقائي وتحول السحر لطاقه حركيه. ولما خلص شغله كان فرحان جدا ويصرخ من الحماس، وده بقى شد انتباه ميلدا لما شافت اللي عمله وكانت مصدومه جدا منه. وفي اليوم التاني اجبرت شين انه يوعدها ما يقولش لاي حد انه عدل زيه بنفسه. في حفل الترحيب بقى نادوا اسم شين عشان يلقوا كلمته. وهنا بقى البنات اكتشفوا اخيرا انهم قابلوا ابن البطل اللي كانوا بيتكلموا عنه. شين القى كلمته بهدوء لكن كيرت كان مليان غضب وكره ليه. وبعد الحفله شين وغوست والبنات الحلوين دول اتصنفوا من ضمن فصل اس رانك. في الفصل بقى سيلين حكت لشين انها متضايقه من واحد اهله من مرتبه اعلى من اهلها. شين شكرها انها قالت له كده لكنه اكتشف بسرعه ان الشخص اللي بتتكلم عليه ده يبقى كيرت. كيرت دخل الفصل وحاول يمسك سيلين بالعافيه فشين منعه، فكيرت قال له انهم مخطوبين. شين كان هيرجع خطوه لورا كده لكن لاحظ ان البنت كانت مرعوبه جدا فعلى طول وعدها انه هيحميها. اما سيلين بقى فقالت لكيرت انها عمرها ما وافقت على الخطوبه دي وانه لازم يبطل يجبرها على اي حاجه كده. فكيرت هددها ان ابوه ممكن يخلي اهلها يدفعوا ثمن رفضها ده. على طول غوست تدخل وحذروا انهم هيبلغوا الملك بالموقف ده. فكيرت جاب ورا واضطروا انه يمشي بسرعه. وبعدها بقى غوست بدا يرخم على شين انه كان بيستعرض قدام سيلين الجميله. اما شين فقرر ياخد البنات معاه البيت علشان لو كيرت حاول يعمل لهم حاجه تانية. فماريا وافقت على طول لانها شافت ان دي فرصه انها هتقابل قدوتها ميلدا. فغوست قرر انه يروح معاهم ومعاه بقى الحراس بتوعه يوليو وسور. لما وصلوا البيت شين قدم صحابه لجده وجدته وبعد كده حكى عن مشكله سيلين وطلب الاذن انه يعدل التعويذه على زيها. ميلدا سالت سيلين اذا كانت فعلا تستحق التضحيه اللي شين ناوي يعملها علشانها. اما شين ما كانش واخد
واخد الموضوع بالجديه دي، لكن ميلدا شرحت له ان اي زي هيعدله شين هيبقى كنز وطني ممكن يتباع بمبالغ خرافيه. فسيلين بدات تعيط وانها كانت غلطانه لما استعملت لطف شين وانها مجرد شخص غريب بالنسبه له، فقررت ترفض مساعدته وتسيبه وتمشي. لكن ميلدا وقفتها وشجعتها على صراحتها، وبعدها وافقت انها تسيب شين يعدل زيها، وطلبت من الكل انه يحلف انه مش هيقول لاي حد عن تعويذات شين لان الجيش اكيد هيطمع فيها. وفي الاخر بقى شين انتهى انه عدل تعويذات ملابس الكل ما عدا ماريا اللي رفضت علشان مش عايزه تتحمل مسؤوليه امتلاك كنز وطني. تاني يوم بقى شين استخدم سحر البحث بتاعه علشان يطمن على سيلين وهي في طريقها للمدرسه، فهي شكرته على اهتمامه ده. لكن اللحظه الرومانسيه دي كانت مزعجه شويه لماريا. وفي المدرسه بقى بنت بشعر اصفر كده دخلت تجري على الفصل في اخر لحظه. البنت دي بقى يبقى اسمها اليس، وشرحت لهم انها كانت متحمسه جدا لاول يوم مدرسه لدرجه انها ما قدرتش تنام. ده بقى خلى شين يسال نفسه سؤال، ازاي النظام في العالم ده بيعتبر اللي عنده 15 سنه شخص بالغ وعاقل؟ المدرس وصل اخيرا وقرر ياخدهم جوله في المدرسه، وشرح لهم عن الانديه المختلفه زي نادي صناعات الجرعات ونادي بناء الاجسام، ونصحهم انهم ينضموا لواحد منهم. يوليوس كان معجب جدا بنادي بناء الاجسام لكنه كان عارف انه ما يقدرش ينضم له، فاغوست شجعه انه ينضم للنادي اللي هو عايزه كفرصه يعني انه يخلص من حراسه الشخصين اخيرا. ولما سالوا شين عن النادي اللي يحب ينضم له ما كانش عنده فكره حرفيا عن الناديين، فاغوست اقترح عليه انه يعمل نادي خاص بيه، وفعلا المدرس شجعه على الفكره دي والكل في الفصل دعموا المبادره بسرعه. لكن سور سال سؤال مهم جدا، ايه هو الهدف من النادي؟ اليس بقى اقترحت ان شين يحكي لهم عن الابطال، لكن المدرس وضح ان في نادي معجبين مخصص لكده بالفعل. وفي النهايه استقروا على انهم يتعلموا السحر المتقدم بمساعده شين، وسموا النادي ده بقى مجموعه دراسه السحر المطلق. بيعدي الوقت وفي اليوم التالي في المدرسه المجموعه اكتشفت ان كيرت تم عقابه، ولما شين بقى سالهم ليه كيرت بيتصرف بعدوانيه معاهم شرحوا له انه ما كانش كده دايما، لكنه بدا يتغير لما بدا يزور معمل بيملكه السيد شتريم. السيد شتريم ده بقى كان مدرس السحر بتاعهم في المدرسه الاعداديه، وكان عنده عين بتلقط المواهب، لكن معظم الطلاب باستثناء كيرت كانوا بيتجنبوا انهم يتعاملوا معاه لانه كان بيتصرف بطريقه مريبه. في الوقت ده بقى سيلين كانت باين عليها الحزن برغم ان كيرت ما بقاش مشكله ولا حاجه، وان شين مش لازم يوصلها المدرسه وهو عامل نفسه فارس احلامها، لكنها اتبسطت جدا لما عرفت انه عايز يمشي معاها كل يوم للمدرسه، وده بقى خلى خدودها تحمر وتحس بالكسوف. فشين قال لها انه ساعات بيحس بالنوايا السيئه باستخدام سحر البحث بتاعه، وده بقى فاجئ الكل لانهم ما كانوش متخيلين ان حاجه زي دي ممكنه. فهو شرح لهم ان قوه سحر الشياطين دايما بتبقى شريره وغير طبيعيه، وان الناس السيئين بيبقى عندهم نفس الاحساس. فسيلين سالته لو كان اصطاد شيطان قبل كده ولا لا، فشين هز راسه كده بطبعا يعني. الكل اتصدم وخصوصا لما عرفوا انه كان عنده 10 سنين بس لما قتل الشيطان الدب المتحول اللي كان 3 متر. قدام الكافيتيريا شين حس بوجود شيطاني، وطلع ان فعلا كريت جالهم وبيقرب منهم علشان يهجم عليهم بسحر النار بتاعه. لا ومش بس كده، لا ده الحاجز السحري بتاع شين كان خلاص هيتدمر وايديه كلها اتحرقت بسبب شده الحراره، فطلب من المجموعه انها تفعل دراعها بالسحر، وهنا بقى بيتفعل عليه السحر التلقائي اللي بيشفيه، وبدا انه يهديه شويه. وقتها كلهم ادركوا ان كيرت جاي وناوي على قتلهم كلهم، فالكل استعد للقتال. هنا بقى كيرت بدا ينشر هاله سلبيه وهو بيتحول تدريجيا لشيطان، فشين طلب فورا من غوست انه ياخد الباقيين لمكان امان وهو هيتصرف مع كيرت بنفسه. غوست زعل لانه حس ان شين مش شايفهم قادرين على القتال، لكن بعد شويه تبريرات من شين اكد له انه خايف عليهم علشان كده عايز يحميهم، فغوست اقتنع بكلامه وخد الباقيين بعيد. وهنا بقى شين بدا يفعل سحر النار الزرقاء بتاعته علشان يقتل كيرت. كل ده بقى وكيرت بيهجم عليه بعنف، فشين استخدم مهاراته علشان يتجنب الهجمات دي وحاول انه يبطئ كيرت، لكن حتى النيران الصغيره كانت بتعمل ضرر كبير بالنسبه له. فكيرت وقف على رجله مره تانية وبدا يصرخ على شين، وده بقى فاجئه لان المفروض الشياطين ما بيعرفوش يتكلموا او حتى يفكروا. كيرت استمر في الهجوم وشين تفادى كل هجماته عن طريق النيران اللي في الجو، وبدا يستخدم سحر البرق بتاعه على كيرت. وبرغم الضرر اللي سحر البرق عمله الا انه ما كانش كافي انه يوقف كيرت اللي استمر في تدمير كل حاجه حواليه. شين حاول يفكر في طريقه ينقذ بيها الطالب المسكين ده من الموت، وسرعان ما بدات قوه كيرت السحريه تتجمع بمعدل عالي جدا، وده خلاها على وشك الانفجار خلاص. شين فهم ان قوه الانفجار هتدمر المدرسه كلها، فطلع سيفه وهجم بيه على كيرت على طول وهو بيتفادى كل ضرباته، وفي النهايه قدر انه يخلص عليه. شين وقع على ركبته وهو في حاله صدمه لانه لسه موت شخص وهو ما بيحبش كده. في الوقت ده بقى بيوصلوا صحابه ووقفوا مندهشين من ان شين انتصر على الشيطان تورام اللي كان مسؤول عن تحويل كيرت لمتحول شيطاني، ودلوقتي بقى مركز على شين اللي كان باصص ناحيه الشباك بتعبير فارغ. ومع وصول غوست شرح الظروف اللي حصلت لكيرت وقال له ان التحول بتاعه غريب جدا، خصوصا ان كيرت ما كانش عنده المعرفه السحريه الكافيه لعمل تعويذه تخليه يتحول. وهنا بقى غوست استنتج ان التحويل ده ممكن يكون حصل بسبب تجارب بشريه، وخصوصا ان كيرت حافظ على وعيه عكس اي شيطان عادي. وفي نهايه اليوم لما رجعوا البيت لقوا الملك ومستشاره ومستنيين شين. الملك منحه وسام الشرف الاول لانه منع كارثه كبيره تحصل للبلد، فشين اتفاجئ لما حصل على الوسام. لكن ميرلين واجه الملك ديوم اللي بسرعه شرح ان المحادثه انتشرت في كل انحاء البلد وان
وانهم لو منعوا وسام البطل عنه مش هيبقوا مقبولين بالنسبه للناس. فالملك وعده تاني انه هيبعد شين عن الامور السياسيه. فمارلين بقى ما كانش قدامه خيار غير انه يوافق. تاني يوم بقى شين بقى حديث المدينه كلها، وده خلى المشي في الشوارع غير مريح بالنسبه له، وخصوصا ان كل البنات كانوا مركزين عليه، لكن وجود سيلينا جنبه خلاهم يفكروا انه مرتبط بيها. في نفس الوقت ده بقى بنروح للمدرسه واللي الكل فيها كان عايز ينضم لنادي شين، والمدرس بقى قلق اذا كان هيحتاج يحدد عدد الطلاب اللي ممكن ينضموا للنادي بتاعه، فقرر يخلي الشرط الاساسي للانضمام هو القدره على استخدام مساحه التخزين البعديه. وفي النهايه طالبين بس اللي نجحوا في الاختبار، وهما بقى مارك ابن الحداد وصديقته من الطفوله اوليفيا اللي عيلتها عندها مطعم كبير في المدينه. باقي البنات بقى زي اليسيا والباقيين طلعوا معجبين بكبار مطعم عيله اوليفيا، فاوليفيا وعدتهم انها تحجز لهم طاوله خاصه بيهم. شين كمان قالوا انه عايز يعمل سلاح خاص بيه، لكن مارك قال له انه ما يعرفش يصنع سكينه دلوقتي، فشين هيحتاج يصبر شويتين ثلاثه. مارك بقى كان فاكر ان سيف قتل الشياطين لازم يكون استثنائي، لكن شين شرح له انه بيستخدم سيف عادي بس معمول له تعويذه تخليه يهتز بموجات فوق الصوتيه. المشكله بقى ان السيف ده كان بيتكسر بسهوله علشان سمكه رفيع، فشين كان عاوز يعمل عليه تعديلات بسيطه كده. فزميلته يوري بقى واللي بتشتغل في السحر علقت على موهبه شين المذهله، لكنه شجعها وعرض عليها انه يعرفها على موليتا، وهي بسرعه وافقت على طول. وبعد كده استدعى الفارس شريف للتحقيق معاه، لكن بسرعه بان انهم شاكين فيه جدا. ولما ما قدرش يثبت براءته بدا يظهر طبيعته الشريره الحقيقيه، واعترف انه كان بيعمل تجارب بشريه وانه دلوقتي جاهز يهرب بما انه خلص شغله. المجموعه اكتشفت ان شريف في مركز الحدث المربك ده، ولما بدا يعترف بتحويل كيرت لشيطان شين اندفع ناحيته بسيفه وهو بيستخدم سحر النار بتاعه. في نفس الوقت بقى كان شريف صد الهجوم ونجح في تفادي كل ضربات شين اللي فضل يهاجمه من غير اي تقدم. شين استخدم سحر الارض علشان يرفع شريف في الهواء في وضع شبه مستحيل الهروب منه، فشريف كان بيستخدم سحر الطيران علشان يهرب، لكن شين بشكل غير متوقع رفع نفسه باستخدام معداته وهجم على شريف بضربه قويه، وبعدها استخدم نيران سخنه مولعه، فشريف رد بهجوم قوي رجع شين لورا، لكن للاسف نضارته اتكسرت وكل الناس اكتشفت انه شيطان وعنده سيطره كامله على نفسه. وهنا بقى بدا يتباهى انه وصل لمرحله ان البشر بقوا مجرد لعبه بالنسبه له. الكلام ده بقى استفز شين جدا فهجم عليه بكل عصبيه، لكن شريف افتكر ان شين فشل في هجومه وهو في الحقيقه كان بيكسب وقت لتفعيل تعويذه مدمره. شين ركز اشعه الشمس وفعل التعويذه ونتج عندها الاف الاشعه المركزه اللي اخترقت السيف وضربت شريف، ونتج عنها كمان انفجار ضخم في المكان. بعد ما الانفجار هدى بقى شين اكتشف ان المكان حواليه تحول لزجاجه بسبب الحراره العاليه، فعلشان كده كان شاكك ان شريف نجا. وهنا بقى ريد كبير الصحراء ودومينيك قائد الفرسان بداوا يشكروا شين على اللي عمله معاهم، ولما سالوه بيعمل التعويذات ازاي شرح لهم فكرتها، لكن حتى كبير الصحراء ما قدرش يفهمها. تاني يوم بقى شين واصحابه راحوا لمحل الحداده اللي بيديروا عيله مارك. الكل كان فرحان هناك، لكن شين كان لسه متضايق لانه مقتنع ان شريف لسه عايش، فاغوست اتصدم لما سمع كده. فشين شرح له ان الهجوم اللي ركز فيه اشعه الشمس عمل حفره زجاجيه في الارض وما سابش انفجارات، فهو شاكك بقى ان الانفجار الكبير اللي حصل ده كان مجرد تهويه من شريف علشان يهرب. اغوست كان مصدوم من اللي سمعه بس وافقوا الراي على طول. فشين بدا يشرح لاصحابه اهميه معرفه كميه السحر اللي كل واحد فيهم يقدر يستخدمها، وبعكس الاعتقادات الشائعه بقى ان التعويذ القويه تحتاج لتلاوه، شين وضح ان كل حاجه بتعتمد على كميه السحر اللي بتكون زي الوقود للتعويذ، وبدا يفحص الحاجز اللي عملته ماريا واللي طلع رقيق جدا. وبعد كده طلب من سيلينا انها تعمل حاجز باستخدام الاكسسوار المسحور اللي هو اداهولها قبل كده، ولما عملت كده طلع الحاجز اقوى واسمك لان الخاتم فيه تحكم دقيق بالسحر من شين. فشين قرر يوري المجموعه كميه السحر اللي يقدر يتحكم فيها، لكن الكثافه كانت قويه جدا لدرجه ان هم تقريبا اختفوا من الضغط. فشين بقى قال لهم ان لغايه ما يوصلوا للمستوى ده من التحكم في السحر مفيش امل ليهم في مواجهه اي شيطان. وبعد كده شين خدهم على بيته، فاصحابه كانوا مكسوفين جدا انهم يقابلوا الحكيم الاسطوري. فشين شرح لجده وجدته ان كان في زحمه قدام بوابه المدرسه، فمارلين ضحك كده وقال له ان ده تمن الشهره يا غالي. فبعدها شين قال له انه بيدرب صحابه في النادي الدراسي بتاعه. الطلبه بقى بدات تسال مارلين اذا كان هو اللي علم شين التعويذ السحريه الغريبه اللي بيستخدمها ولا لا، فرده كان عليهم انه هو بس علمه الاساسيات، اما شين بقى فهو اللي اعاد ابتكار السحر بنفسه. وبدا يشرح لهم مارلين ان معظم السحره بيركزوا على تصور نتيجه التعويذ، لكن شين بيركز على العمليه نفسها. وبدا بقى يسال الطلبه اذا كانوا عارفين ازاي النار بتشتغل، لكن ما كانش عندهم اي فكره عن الاحتراق للاسف. وبصراحه بقى مارلين نفسه ما عندوش فكره هو كمان، لكنه عارف ان شين بيسال اسئله فضوليه لنفسه، وده بقى اللي بيخليه مميز ويحسن السحر بتاعه. وفجاه مارلين استخدم سحر البوابه، فشين اتفاجئ منه جدا. فمارلين ضحك كده وقال له انه كان صعب عليه يفهمه في الاول، لكن في النهايه يعني قدر انه يستوعب المبادئ ونجح في اتقان التعويذه دي. وعلى طول اكد للطلبه ان اي حد يقدر يستخدم السحر ده لو فهم المبادئ كويس وتصور العمليه بدقه، وده بقى خلى الطلبه ياخدوا شويه ثقه في نفسهم. لين استغلت الثقه دي وبدات تتدرب، وتاني يوم بقى جات لهم المدرسه وجسمها كله كدمات وشعرها متفحم. فشين سالها ايه اللي حصل لها، فقالت له انها كانت بتتدرب على التحكم في السحر، لكن الامور خرجت عن السيطره وحصل انفجار صغير كده بسيط يعني. فشين كان قلقان عليها جدا،
لكنها قالت له ان مش جديد عليها يعني، لان والدها هو ساحر البلاط. وبعد كده بقى شين واصحابه راحوا لمحل الحداده بتاع مارك مره تانية، وكان اول نموذج للسيوف الخاصه جاهز. السيف كان تصميمه مبتكر، وبمجرد الضغط على الزنات النصل بيخرج من المقبض وبيتم تركيب نصل جديد مكانه. وهنا بقى بنشوف توني الشخص اللي اقترح الفكره دي على شين من الاول، كان معجب جدا باداء شين، وكمان غوست كان معجب بنفس الاداء، وسال شين اذا كان عنده مانع يستخدموا السيوف دي في الجيش. وكمان وضح لشين انه مش بيتكلم عن السيوف الفائقه السرعه، لكن هو بيتكلم عن السيوف اللي فيها شفرات قابله للتبديل، وانه شايف ان ده ممكن يقلل ميزانيه الجيش ويحسن قوتهم، خصوصا ان في احتماليه لحرب مع امبراطوريه بيا المجاوره. الطلبه كانوا عارفين ان الحرب لو طالت هيتم تجنيدهم هم كمان، فغوست حاول يطمنهم وقال لهم ما يقلقوش دلوقتي، واكد لشين ان البلد هتحترم وعدها ومش هتجره للحرب. لكن شين رد وقال له بقى انه حتى لو ما طلبوش منه الانضمام مش هيقعد ساكت لو اصحابه كانوا في خطر، وبالتالي هيشارك في المعركه علشان يحميهم كلهم. على الجانب التاني بقى بنشوف شريف اللي نجا بدا خططه بالفعل، فاستخدم اتباعه علشان يحرض امبراطوريه بيا على حرب ضد مملكه ايراي، وادعى انهم اصلا بيواجهوا مشاكل مع الشياطين. فلما قوات الامبراطوريه هجمت على مملكه ايراي اكتشفوا ان اعدائهم كانوا جاهزين ليهم، فجيش بيا خسر الحرب بشكل كبير. وبعدها بقى الامبراطور وصل له خبر ان الشياطين اتشافوا في عاصمته، فالامبراطور رجع بسرعه، لكن لما وصل اكتشف ان العاصمه اتدمرت تماما على ايد الشياطين بقياده شريف. ولما دخل قاعه العرش لقى شريف مستنيه هناك، وانه كمان ما اعلن انه عايز يقتل الامبراطور بنفسه. وقبل ما الامبراطور يطلب المساعده شريف استخدم السحر وضربه بتعويذه قويه دمرته تماما. وبعدها بقى اللورد جاستر وريت وصلوا العاصمه علشان يهزموا الامبراطور مره وللابد، لكن بدل ما يلاقوه لقوا شريف وجيشه من الشياطين مستنيهم، فاضطروا انهم ينسحبوا بسرعه وبلغوا الملك عن الوضع. فالملك ادرك ان عندهم مشكله اكبر من الحرب دلوقتي. فمملكه ايراي بقى كانت حرفيا في قوه مستواها، والمدرسه نفسها قررت تحسين مهارات القتال عند الطلبه، علشان كده اعلنوا عن تدريب مشترك مع فرسان المملكه. الطلاب كلهم اكتئبوا لان العلاقه بين الفرسان والسحره مش وديه خالص، لان الفرسان بينادوا على السحره بكلمه البراعم علشان ضعفهم، والسحره بيرد عليهم بان عقولهم عضلات علشان اعتمادهم الكبير على القوه البدنيه. فشين حاول يوضح لهم ان التعاون بين السحره والفرسان شيء ضروري، لكن بدل ما يسمعوه اتعرض للهجوم لانه ممكن ينتمي لاي جانب من الجانبين. ولما كشف لهم انه اتدرب على ايد مايكل الكل اتجنن لانه معروف بانه قديس السيف. وبالرغم من كده بقى ففشل شين في اقناعهم يشتغلوا بالتناغم مع الفرسان. واثناء التمرين المشترك اللي هدفه القضاء على الشياطين اللي في الغابه الكل اتجمع عند بوابات المدينه. فشين بقى كان في فريق مع افيس وسيلون وماريا، وبمجرد ما وصل الصحراء بداوا يقللوا من شين وسمعته كبطل، وافتكروا انه هيبطئ الفريق. وهم بقى رايحين في العربيه الكل عرف نفسه، فشين سالهم اذا كانوا واجهوا شياطين قبل كده ولا لا، لكن بدل ما يردوا عليه اخدوا السؤال باهانه. فشين وضح لهم انه عدم التعاون مع بعض هيكون معناه الموت المحقق. ومع ذلك الفرسان كانوا واثقين جدا في قدراتهم، فلما افيس تدخل وحاول يواجههم اصطنعوا الموافقه على التعاون، لكنه ما كانش مقتنع بكلامهم. فامر شين على طول انه ما يهزمش اي شيطان علشان يدي الفرسان فرصه يثبتوا نفسهم ويشوفوا قد ايه هيكونوا ضعفاء من غير دعم الصحراء. بيوصلوا كلهم للمنطقه المحدده، وكان في استقبالهم المشرفين كريستينا وفريد. شين طلب منهم يحاولوا ما يتخانقوش، لكن كان واضح جامد ان مفيش فايده. وفجاه ماريا وفرسان البنات بداوا يعجبوا بفريد، وبنفس الوقت بقى باقي الفرسان عملوا نفس الشيء مع كريستينا. شين ما كانش عنده فكره انهم ليهم شعبيه كده، لكن غوست قال له انه ده منطقي لانهم اقوياء جدا لدرجه انهم بيحموا الملك. وعلى طول غوست بقى بدا يشرح للمشرفين الاتفاق السابق ان الفرسان هم اللي هيقتلوا الاول. فالمشرفين وافقوا على طول لانهم شايفين ان ده هيكون مفيد للفرسان علشان يعرفوا حدودهم. في البدايه بقى الفرسان كانوا محافظين على يقظتهم رغم ان شين قال لهم ان مفيش شياطين حواليهم في المكان، لكن لما شين لقى شيطان بقى فريد امرهم يستعدوا للمعركه. الشيطان كان خنزير وغضبان وبيهاجم بسرعه، فكل اللي كان في بال شين وقتها هو انه كان هيكون لذيذ لو ما كانش شيطان. الفرسان وقفوا في اماكنهم رغم حجم الشيطان، لكن هجماتهم ما كانش ليها اي تاثير لان الشيطان كان اسرع منهم. الهجوم دمر تشكيلتهم والشيطان رجع يلف علشان يجهز عليهم. في اللحظه دي بقى شين تدخل بسيفه وقطع راس الوحش بضربه واحده. وبعد المعركه الفرسان اتبهدلوا مع كريستينا اللي خلتهم يدركوا قد ايه هم ضعاف، فعلى طول سيلينا بدات تعالج جروحهم. وفي اللحظه دي بقى الكل وافق على فكره التعاون، فالفرسان بداوا يعاملوا سيلين كانها فارسه مقدسه معاهم. فده بقى خلى شين يتضايق جامد، ومعاه كمان فارسه من البنات اللي ما كانتش معتاده انها تتعامل كاميره رقيقه كده. في اللحظه دي جالهم فرسان يبلغوهم ان في اكتر من 100 شيطان في طريقهم للهجوم. فشين تطوع انه يتعامل معاهم لوحده، وامر الباقيين يبعدوا عنه علشان يدوله مساحه يجهز تعويذه القنبله الذريه بتاعته. الكل اتصدم لما شاف شيطان من مستوى كارثه بيقوم بالهجوم، لكن شين اطلق طلقه واحده من القنبله بتاعته ومسحت الغابه وكل حاجه في طريقها. وبعد ما شافوا سحر شين لاول مره الكل بقى مذهول. وواحده من الفرسان اعتذرت عن تصرفها الوقح مع شين قبل كده، وكانت فاكره ان شين وسيلين مرتبطين ببعض، فده بقى خلى الاثنين يتحرجوا جدا ويبان على وشهم انهم معجبين ببعض. وبعد كده المجموعه اخيرا بدات تشتغل مع بعض كفريق، وواجهوا شيطان على هيئه دب. الفرسان شكلوا اول خط دفاع، انما بقى السحرة
وبداوا يهاجموا الدب بكرات ناريه. الدب اتعصب واتشتت بسبب النار دي، وده بقى ادى فرصه للفرسان يهاجموه، فشين استخدم حاجز سحري علشان يحميهم من هجمات الدب. اما الفرسان بقى فهجموا من كل الاتجاهات لحد ما قضيوا عليه، وعلى طول سيلين اتدخلت بعدها وبدات تعالج جروحهم. فالفرسان فضلوا يتغزلوا فيها رغم انهم عارفين انها مرتبطه بشين. اما فريد بقى وكريستينا فكانوا معجبين بتحسن التعاون بين الفريق. وبعدها بقى فريد سأل شين ايه السبب اللي خلى اصحابه يتحسنوا بالطريقه دي، خصوصا ان قوتهم بقت مساويه لسحر البلاط الملكي. فشين وضح له انهم عاملين فريق دراسي بيتدربوا فيه على السحر بالطريقه اللي اتعلموها من مارلين، وكمان بيعلمهم ازاي يتخيلوا الاشياء بشكل صحيح. ففريد كان مهتم جامد انه ينضم للفريق الدراسي ده علشان يتعلم، لكن غوست منعه وقال له ان ده هيخالف الوعد اللي قطعوه لمارلين، خصوصا ان سحر شين قوي جدا ولو وقع في الايادي الغلط ممكن يدمر العالم. وكمان حذر شين انه لازم يكون حريص جدا في نشر معرفته بالسحر. ففريد تقبل التحذير ده وطلب على الاقل انه يتعلم الاساسيات اللي علمها لهم مارلين. فاغوست قال له ان الموضوع بسيط جدا، كل اللي عليه يعمله انه يمرن نفسه في التحكم في السحر كل يوم، وده بقى مع الوقت هيقويه. ففريد كان مستغرب لانه مش فاهم حاجه. هنا بقى شين طلب من سيلين وماريا يوضحوا التحسن اللي وصلوا له، وطلب منهم يعملوا حواجز سحريه زي ما علمهم بالظبط. فعلى طول سمعوا كلامه وعملوا حواجز قويه جدا، فده بقى خلى فريد مذهول ومش مصدق اللي بيحصل. فاغوست اكد له ان ده سهل جامد لو داوم على التمرين اليومي. وماريا كمان قالت له ان الحواجز بتاعتها لسه اضعف بكتير من الدرع السحري بتاع شين، وضحكت كده وقالت له انهم مستحيل يوصلوا لمستوى حفيد الحكيم يعني. لكن فريد بقى حب يزود ثقتها بنفسها وقال لها تصدق نفسها وانها مميزه. كلامه ده بقى خلى ماريا اللي دايما عايشه حياتها وهي وحيده تطير من الفرحه. وهنا بقى فريد اعلن انه هيبدا هو كمان يتمرن على التحكم في السحر. فشين بدا يسال عن حال باقي اصحابه اللي في المجموعه الثانيه اللي في الجزء الثاني من الغابه، واللي بيكونوا بقى ماركو واوليفيا وتوني وليوس اللي كانوا مع بعض ومعاهم فرسان تانيين. فواحد من الفرسان بقى كان عدائي جدا تجاه توني لانه كان صاحبه ايام المدرسه الاعداديه، لكن توني سابه وانضم لاكاديميه السحر. وفجاه شيطان على شكل ذئب هاجمهم، فالفارس اندفع لوحده رغم تحذيرات المشرفين ان ده خطر عليه، وعلى طول باقي الفرسان التانيين اندفعوا وراه. لكن فجاه مجموعه اكبر من الذئاب الشياطين هاجمتهم. الفرسان كانوا في مأزق حرفيا، لكن توني وباقي السحرة ساعدوهم وهزموا الشياطين من بعيد باستخدام السحر بتاعهم. فالمشرف اتصدم لما شاف ان الشياطين اتدمرت تماما وما فضلش غير حفر في الارض. فتوني بقى حب يحسن الوضع ويتكلم مع صاحبه القديم، لكنه لسه كان شايل منه ومعاديه. فاصحابه بقى سالوه اذا كان في سبب تاني للعداوه دي. توني يفكر شويه كده، وقبل ما يفتكر حاجه تانيه كان في فارس في المجموعه معجب ببنت معاهم، لكنها اعترفت بحبها لتوني بدلا منه، وخرجوا مع بعض لفتره قصيره. فده بقى خلى الفارس يغضب منه اكتر واكتر. نسيب بقى كل ده ونروح للمجموعه الثالثه واللي كان فيها لين واليس ويوري وسور. الفرسان بداوا يقولوا تعليقات ذكوريه سخيفه علشان يضايقوهم، لكن لما هجم عليهم شويه شياطين صغيره على هيئه كلاب الفرسان اظهروا قد ايه هم كانوا ضعاف. فالبنات فقدوا صبرهم من ضعفهم وقرروا يتعاملوا هم مع الشياطين باستخدام الساحر. لين استخدمت سحرها لكنه خرج عن السيطره وفجاه انفجر وسبب اضرار للمجموعه كلها.